أصدقائي الأعزاء، صديقاتي العزيزات، السوريين والعرب في كل مكان، مرحبا. معلش تحملونا شوي. هنالك الكثير من الانشغالات والاشتغالات السياسية التي تطغى على الهم الثقافي. وبحكم أنني يعني جزء من الشأن العام ومهتم بالشأن العام خاصة في سوريا، فأجد نفسي مضطرا أن أركز على آه، مجريات المشهد السوري في كل أجزاء سوريا. وسبق أن عبرت عن موقفي الداعم والمساند لأهلي وأخوتي في سويداء القلب، سويداء العرب والأكراد والسوريين. وأبديت دعمي وتأييدي لمطالب وموقف الشيخ الهجري. هذا الموقف جرى علي التضامن مع السويداء، جرى علي الكثير من الحنق والسخط وردود الأفعال من آه، أتباع وأبناء المكون الأموي أو الأمويين الجدد يعني. أيضا عندما أبديت موقفا ناقدا وساخطا وشاجبا للمجازر التي ارتكبت في الساحل السوري، قتل على الهوية الطائفية، ويعني ما عاد هنالك مجال للنقاش حول ضلوع وتورط حكومة أحمد الشرع في تلك المجازر، مهما حاولوا التنصل من المسؤولية الأخلاقية والسياسية والميدانية والعسكرية لتلك المجازر، فهم مضبوطين بالجرم المشهود، والمجازر ما زالت مستمرة. تضامني مع آه، الضحايا من أهلي وأسرتي وشعبي في الساحل السوري أيضا جر علي الكثير من السخط والغضب والحنق الأبله، يعني الغير مستند على أرضية صلبة من ال- الجانب الثقافي أو الأخلاقي أو حتى السياسي. طبعا دائما هنالك مبررات، لكن هذه موقف مبررات لموقف أنصار حكومة الشرع من مما يجري في السويداء. وهنالك مبررات لنفس هذه الجماعة، وهي ليست الأغلبية ولا تمثل الأغلبية السنية المسلمة، إنما هي جماعة سياسية مثلها مثل كل الجماعات هي، ومجموعة من أمراء الحرب اللي يعني في ظرف ما، في حالة ما استولت على السلطة، وتوهمت من فرط التكرار أنه التحرير والنصر ويعني 14 سنة لم يستطيعوا إسقاط نظام بشار الأسد. في ظرف أسبوعين أو شهر أسقطوا هذا النظام، ويعني اختلقوا لأنفسهم سردية وأوهام، ومن فرط التكرار صدقوا هذه السردية، سردية التحرير، ومن يحرر يقرر، واللي يخرجني يفرجني، يعني مثل الفيلم المصري الأخير تبع فيلم الليمبي. مهم موقفي التضامني مع أهل الداخل، مع أهل الساحل، مع أهل جبل العرب، جر علي ما جر من هل المواقف العنصرية والغضب الغير المبرر، كله يعني ناجم عن وحصيلة يعني ضرب الجهل بالعنصرية والفاشية والتطرف الديني، بيطلع هيك ردود أفعال. طيب إذا كان الوضع
والحال على هذا النحو، وأنا أتضامن وأتفاعل، مش أتضامن، أنا موقفي من أهل السويداء مش تضامن حتى في إطار التضامن. الإنسان لا يتضامن مع شعبه. يعني أنا أجد نفسي معنيا ومجبرا على إبداء الموقف، موقف داعم ومساند. يعني أنا أتضامن مع جماعة خارج الحدود السورية، هذا يمكن أن توصيفه بالتضامن، هذا واجب علي، ومن حقي أن أتضامن مع أهل الساحل وأهل دمشق وأهل حلب وحتى أهل إدلب. هذا حق وواجب أخلاقي وثقافي وسياسي ووطني وديمقراطي. لكن هذه الجماعات يعني خرج دورها من كونها ذباب إلكتروني إلى أن يكونوا تماسيح إلكترونية، ويعني تطيح بأي رأي مختلف، أي رأي يحاول أن يكون منصف للحالة الوطنية، للحالة الديمقراطية. طيب، أنا كسوري ولقيت ما لقيته نتيجة موقفي من حكومة أحمد الشرع، موقفي الناقد طبعا والمساند في البداية، لكن لما شفت الأفعال والسلوكيات تحولت المساندة إلى مستوى واضح ومباشر من الانتقادات والتنديد والشجب. هذا الموقف السياسي والثقافي والوطني جر علي ما جر كما ذكرت لكم، فما بالكم إذا تبنيت الموقف الكردي؟ يعني طبعا ستكون حالة الرفض والحنق والغضب أضعاف أضعاف تلك الحالة التي لقيتها أثناء انتقاد حكومة أحمد الشرع وأدائها وسلوكياتها في التعامل مع أهلنا في السويداء أو أهلنا في الساحل السوري وفي كل المناطق. هنالك طقم من الكلام يعني يقال للأكراد دون تمييز، يعني أنه آويناكم وحميناكم واستضفناكم وأنتم غدرتم فينا. ومن هذا الكلام يعني واحد مو أريان كتابين في التاريخ، مقالين في التاريخ، ما بيعرف أنه عندما أتى العرب إلى هذه المناطق، هذه المناطق لم تكن كصحراء الحجاز، كانت مسكونة ومناطق مأهولة بالبشر، من ضمن هؤلاء البشر الكرد. لكنه لأنه جاهل لا يفقه في الأمور التاريخية، يتحدث في التاريخ من دون أدنى اطلاع على التاريخ، يتحدث في السياسة من دون أدنى دراية وإلمام وتجربة في عالم السياسة، يتحدث في الثقافة. السوري يتحدث في كل شيء يعني، وأحيانا مش أحيانا، غالبا يعني يهرف فيما لا يعرف. يعني مهم طقم الكلام الذي يقال للأكراد خنازير، كفرة، ملاحدة، عبدة نار، بويجية، انفصاليين، خونة، صهيونيين، إسرائيليين. يعني حكومة أحمد الشرع منبطحة ومستسلمة تماما، لا يعني ما فيها تساوي شيء أمام الاعتداءات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي. بتجي تصف الكرد بما هم متمرغون فيه على زمن نظام بشار الأسد، على زمن نظام حافظ الأسد، على زمن نظام أحمد الشرع. يعني بيلبسوك الثوب اللي هن لابسينه ويتباهون، مستعدون هذه الجماعة ومن لف لفها يعني لإبداء
كل التنازلات لإسرائيل لأمريكا لإقناع المجتمع الدولي، ويعني إبداء كل التنازلات. لكن فيما يتعلق بالشأن الداخلي بالشأن الوطني بالشأن الديمقراطي تناحى وعنتريات وزعبرات ويعني كل ما يخطر على بالكم. الأكراد الطرفين الكرديين، قوات سوريا الديمقراطية، حزب الاتحاد الديمقراطي، والمجلس الوطني الكردي، يمثلان ما يزيد عن 80% إلى 90% من الشارع الكردي. لكن جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام إلى أي مدى تمثل الشعب السوري بنفس القدر اللي بيمثلوا القوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي والأحزاب الكردية الأخرى، بقدر تمثيلهم للشارع الكردي، للشعب الكردي، لمطالب الشعب الكردي. طبعا الفرق يعني شاسع جدا بين كتلة سياسية عسكرية وسياسية وجماهيرية وازنة وكبيرة ومؤثرة، وبين جماعة جهادية متطرفة سلفية تحاول أن تقنع الناس بأنه، أو أحمد الشرع مش الجماعة كلها، يحاول أنه يقنع الناس بأنه تغير وتبدل وتخلى عن الأفكار السابقة. أتمنى ذلك، يعني أتمنى أن يكون بالفعل هو تبرأ من الماضي الداعشي والماضي القاعدي وكل التفاصيل اللي كانت قبل يعني بضعة أشهر. يعني الأكراد الكرد في سوريا اتفقوا، وكان هنالك تعويل على أمور كثيرة فيما يتعلق بالشأن الكردي لدى السوريين. التعويل الأول على التركي ضد أكراد سوريا، التعويل الثاني انسحاب الأمريكيين من شرق الفرات، التعويل الثالث والأهم بقاء الانقسام الكردي مستمرا. هذه الركائز الثلاث أو ثالوث التعويل لحكومة أحمد الشرع وللأمويين الجدد في تقديري لم يبقى منه غير الضلع التركي. الأمريكيين باقين. يعني هنالك الكثير من الأوهام، كل ما بيطلع شيء تصريح أو مقال أو دراسة أو أي شيء من هذا القبيل، الأمريكيين سيخرجون ويسنون سكاكينهم. خلاص الأمريكيين سيخرجون وانتهى الأمر وسنتفرغ لكم، وبيحكوا بيهددوا بيزعبروا عراضات أو عنتريات باب الحارة والقصص هي كلياتها. يا غبي منك إله. يعني الآن إذا الأمريكيين طلعوا، أنتم مش فهمانين أو لستم مقدرين مدى القوة العسكرية والجماهيرية والاقتصادية التي تمتلكها قوات سوريا الديمقراطية، حتى تستطيع دمشق أحمد الشرع، وهو مرحلة مؤقتة في دمشق، أو نظام أحمد الشرع تحطيم قسد وقوات قسد والجانب الكردي حتى ينجح أو تنجح حكومة أحمد شرع في هذا المسعى استهداف المنطقة وتحطيم وتكسير هذه القوى. ينبغي مش يعني أن هي أصلا ليست لديها حكومة أحمد الشرع تلك الكفاءة والقوة والقدرة العسكرية عدة وعتيدا في مواجهة هذه القوى. ستستعين بمن؟ ستستعين بتركيا. هذا أولا وأخيرا. الآن إذا الأمريكيين طلعوا
يعني يتوهم البعض أن الأتراك فورا سوف يتدخلون. وإذا تدخل الأتراك، يا أذكياء يا نبهاء يا جهابذة، يعني الأتراك لن يخرجوا. وأنتم يعني مستويات العنصرية والفاشية الموجودة لديكم، أنه لتكن لمن تكن ولا تدوم للكرد. أنا ما بعرف من أي ثدي أيديولوجي عنصري فاشي، وهو ثدي البعث، مطعما بالإخوان والإسلام السياسي، رضعتم هذه الفاشية والعنصرية الكارهة للكرد. هذا التعويل على التركي، وأنا أعلم وأعي وملم بالشأن التركي ومدرك وقارئ جيد للتاريخ التركي من أيام السلاجقة لأيام العثمانيين لتشكل الجمهورية لرجب طيب أردوغان. الأتراك إذا دخلوا طبعا يعني لن يتركوها لكم. يعني أنتم ستكونون يعني أحسن واحد فيكم أبو عمشة، خزمتشي مرتزق، بيشتغل عند التركي، التركي بيبعته لوين ما بده اياه، وحقه في سوق الزلم التركي $100 $200. هذا قولا واحدا. هيك الأتراك ينظرون إلى خدمهم وحشمهم ومرتزقتهم من المقاتلين المأجورين. وقد أبلوا الفصائل المسلحة، الحمزات والعمشات والشلحات والكلسات، أبلوا بلاء حسنا. يعني في ليبيا، في منطقة ناغورنو كاراباخ ضد الأرمن، لكن يعني على مدى شهرين أو ثلاثة 6 تشرين ما لم يستطيعوا أخذ 6 تشرين من قسد. حتى في موضوع عفرين، حاصروا عفرين أكثر من شهرين أو ثلاثة. لولا التركي ولولا انسحابات قسد من تلك المنطقة لما أمكن لأبو عمشة أنه يستولي على المنطقة. فهي العنتريات والعنطزات والهوبرات، هذا كله كلام فاضي، كله كلام فارغ. المعطيات اللي خلال 14 سنة الماضية تثبت وتؤكد وتوثق وتفقأ الأعين أنه أي مواجهة مع قسد ستكون مكلفة ومكلفة جدا. وأنا قلتها، يعني ستكون هذه المواجهة مجنونة، ربما يعني تخسر حكومة شرع دمشق وإدلب أيضا. يعني فهل انفعال الزايد وهل خفضوا شوي، يعني مدوا إجريكم على قد بساطكم. وأنا أقول قولي هذا، والكل أصدقاء وزملاء سوريين يعرفون موقفي المبدئي الذي لم يتغير ولن يتغير من حزب العمال الكردستاني وامتداداته واستطالاته داخل سوريا، مثلما موقفي من القاعدة ومن داعش ومن أبو عمشة ومن جبهة النصرة وهيئة تحريم الشام لن يتغير. لأنني يعني أرى أقوالا وأرى أفعالا أيضا، يعني أقوالا مشينة وأفعالا أيضا مشينة لهم لأصحابهم، وتكشف الطوية والنوايا والبطانة الفاشية لهذه الحكومة. المهم الأكراد اتفقوا على صيغة معينة، اتفاق القامشلي. يعني من المتضرر من هذا الاتفاق الوطني الديمقراطي المعتدل؟ هذه الجماعة وتركيا. وأبرز وأهم نتائج اتفاق القامشلي الكردي أنه أسقط الأقنعة عن وجوه نظام أحمد الشرع الأسد كمان.
أنه نفس الموقف. وهذه الحكومة كشرت عن أنيابها. رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا غاضبا ساخطا ناقما مهددا، آه، يتوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور. لكن تلك الأنياب ما لها جزر، هشة يعني سريعة السقوط، يعني هي مش بحاجة إلى قلع حتى آه، ما في إلها جذر. كمان ذلك البيان الذي تميز بحمرة العينين للرئاسة السورية، تلك الحمرة مش لأنه يعني تستمد أصلها وسببها من قوة وعزم هذه السلطة. لا، هو موضوع توتر وقلق وارتفاع ضغط وفشل التعويل على استمرار الانقسام الكردي، وفشل حكومة أحمد الشرع في جر قسد. وأنا موقفي من ذلك الاتفاق اللي أبرمه مظلوم عبدي مع أحمد الشرع كان موقف ناقد ومنشور كتابة تحريرا وبالفيديو. يعني حكومة أحمد الشرع في تقديري فشلت في جر قسد إلى مستنقع المساومة والخيانة على دماء 13 إلى 14 ألف مقاتل ومقاتلة من العرب والسريان والكرد والتركمان، سقطوا وفقدوا أرواحهم في مكافحة ومقاتلة أصدقاء أحمد الشرع السابقين، وأعني بذلك تنظيم داعش الإرهابي. فحمرة العينين كمان اللي في الظاهر في بيان أحمد الشرع سبب هذا التوتر وقلة النوم والسهر وكذا والقصص هي. في تقديري الكرد في سوريا بعد اتفاق القامشلي باتوا أشد عزما، أشد بأسا. لماذا؟ لأن هنالك قوة عسكرية مضافة موجودة لدى المجلس الوطني الكردي. كمان يعني عديدهم ما يقارب 5000 مقاتل مجهزين تجهيزا عسكريا عاليا وبتدريب وتسليح أمريكي. هؤلاء أيضا موجودون، وقوات قسد أيضا موجودة، وهنالك دعم من إقليم كردستان العراق الفيدرالي. عدا عن أنه الاتفاق الذي جرى إبرامه في القامشلي، اتفاق القامشلي، كان بحضور المندوب الأمريكي وبحضور المندوب الفرنسي، ويعني ويحظى هذا الاتفاق بدعم واضح وصريح من واشنطن وباريس. يزعل أحمد الشرع، يزعل موسى العمر، يزعل مدري مين، بكيفه آه يريد يظل، يريد يروح مثل ما بيقول سعدون جامر. لكن ليش أشد عزما؟ مش بس القوة العسكرية، القوة التنظيمية، القوة الإعلامية، القوة الاقتصادية. الآن موقف الكرد في سوريا يعني في تقديري وتصوري كمراقب هو الأقوى من نوعه منذ عام 1920، بدايات الانتداب أو تشكيل الكيان السوري، وحتى عام 1957 بدايات تأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا. وحتى الآن تنظيميا هنالك ما يشبه الإجماع الكردي، عسكريا سياسيا إعلاميا. وعندما أرى هذا النزوع الفاشي وهذه الكراهية وهذه الأحقاد وهذه العنصرية، بإمكاني
أن أضع خلافاتي مع حزب العمال الكردستاني جانبا، لا ألغيها، لا ألغي تلك الانتقادات والخلافات، وبإمكاني أن أضع انتقاداتي لحزب الاتحاد الديمقراطي جانبا، وبإمكاني أن أضع انتقاداتي لقوات سوريا الديمقراطية جانبا، في حال تمادت حكومة أحمد الشرع ومن لف هذه الحكومة في تعاملها العنصري والفاشي مع المطالب الكردية، ومع المطالب الدرزية، ومع المطالب العلوية، لأن هذه المطالب كلها هي مطالب وطنية محقة ومطالب ديمقراطية محقة، وما على حكومة الشرع وحكومة دمشق الحالية إلا الاستجابة لمطالب هؤلاء السوريين. أنت ما فيك ترمي الدروس أو العلويين في البحر وتجي تعمل لي فيها إمارة أموية في القرن الواحد والعشرين، يعني ما بتزبط. على العموم وبالتالي على حكومة الشرع، أحمد الشرع، حكومة دمشق، حكومة المكون الأموي أو الأمويين الجدد، أن يفكروا بعقلانية وبجدية كيف يستفيدوا من القوة والطاقة الكردية اقتصاديا وجماهيريا وتنظيميا وعسكريا، مش الدخول في صدام، لأنه أي صدام سيكون خاسر. أنا أقول وأعني ما أقوله، يعني خاصة لأنه هذه القوى الكردية اتسعت دائرة علاقاتها الدولية وترسخت في الأرض، وتحظى الآن بقدر كبير من الإجماع. بعض الانتقادات ستبقى، بعض الخروقات ستبقى، لكن هذه الاتفاقية تمثل 90% إن لم يكن أكثر، يعني من أبناء الشعب الكردي وتطلعات هؤلاء في سوريا المستقبل. يعني مش معقول ومن غير الأخلاقي وغير الوطني إنه حكومة أحمد الشرع وجماعة أحمد الشرع ينبطحوا لإسرائيل جنوبا ولتركيا شمالا، ويستأسدوا بشكل خلبي وشعارات وعنتريات وزعبرات باب الحارة على السوشيال ميديا وبيانات اللي تصدر عن الرئاسة الجمهورية العربية السورية. مش معقول يعني انك تكون، لا، وتأتي حكومة أحمد الشرع ورئاسة أحمد الشرع تتهم الكرد بما هي متمرغة فيه، فيما يتعلق بالاستقواء بالأجنبي، الاستقواء بتركيا والتنازل للأجنبي والتنازل لتركيا والإسرائيل. يعني شيء مضحك ومزري، ويعني حكومة أحمد الشرع بتحط نفسها في مواقف كتير بايخة بهيك سلوكيات. رأيي كما ذكرت أنه مطلوب من هذه الحكومة التعقل والتوازن والهدوء، وكيف يعني تحاول أن ترضي يعني كل السوريين. وإذا قررت حكومة أحمد الشرع استهداف منطقة شرق الفرات، عليها قبل ذلك أن تأخذ تفويضا من السويداء، أن تأخذ تفويضا من الساحل السوري ومن كل المدن السورية، لكي تكون يعني ما يمكن وصفه بحرب تحرير وطنية مثلا يعني. لكن أهلنا في السويداء هم يعني أهل الكرامة، أهل السلم، ويستحيل أن يقبلوا حربا عنصرية ذات طابع مذهبي أو ذات طابع
عنصري قومي بين الكرد والعرب أو بين المسلمين والعرب. هم رفضوا، الشيخ الهجري رفض سلوك وممارسات وسياسات حكومة أحمد الشرع في الساحل السوري، بده يقبلها في القامشلي. مستحيل، مستحيل. المهم، أنا أريد أن أتناول النقاط الرئيسية في بيان رئاسة آه، الجمهورية العربية السورية. هذا البيان اللي كان مناهض ورافض لاتفاق القامشلي بين الكرد السوريين بعضهم مع بعض. النقطة الأولى: التحركات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة قسد والتي تدعو إلى الفيدرالية تكرس واقعا منفصلا عن الواقع، واقعا منفصلا عن الواقع. واقع الأمويين الجدد في وسلوكيات وإجرام والفجور في الإجرام الطائفي في الساحل السوري، هذا ليس انفصالا عن الواقع. الكرد إذا اتفقوا في القامشلي هو انفصال عن الواقع. انبطاح عفوا انبطاح حكومة أحمد الشرع أمام الأردوغاني وأمام التركي ليس واقعا منفصلا عن الواقع. وانبطاح هذه الحكومة أمام العدوان الإسرائيلي السافر والاحتلال الإسرائيلي السافر ليس انفصالا عن الواقع. إنما إذا اتفق الكرد على صيغة معينة للتحاور على حزمة معينة من المطالب، هي بالنسبة لأحمد الشرع وداعمي أحمد الشرع تكريس لواقع منفصل عن الواقع. ليش؟ الفيدرالية، طالبوا بالفيدرالية. النقطة الثانية: تحركات قد تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق الأخير بين الرئيس الشرع وقيادة قسد. طبعا الآن رح نشوف بنود الاتفاق ونشوف إذا تتعارض ولا ما تتعارض. يعني شو تتعارض؟ يعني أنت يا أحمد الشرع في ظرف معين في لحظة معينة حاولت أن تقنع قسد باتفاق ما، وأنا إلى يعني موقفي كان ناقد ومع وضد، مع أنه حكومة الشرع تصل إلى تفاهمات حقيقية وطنية ديمقراطية عادلة مع الكرد ومع قسد، مع الحوار وليس مع الصدام. يعني ولكن أنا كنت منتقد لروح ونص هذا الاتفاق، أنه كتير مستسلم. يعني هذا الاتفاق كان يعني يشبه قوى انهزمت في حرب، في معركة، وفرض عليها الاستسلام، في حين أنه الموقف العسكري والموقف السياسي والموقف الاقتصادي لقوات سوريا الديمقراطية أقوى بكثير من موقف أحمد الشرع وهو يدير دمشق. مفكرين أنه امبارح شفت تعليق: نحن الدولة، نحن الثورة، نحن ما بعرف شو. عندهم يعني الخيال المجنح الخصيب انه نحن الدولة. انت ضبط الدولة، انت ضب الميليشيات وسويها جيش محترم، جيش سوري محترم، جيش وطني محترم، بعيد عن الاصطفافات السياسية والميليشياوية والجماعاتية. ساوي جيش وطني، بعدين تعال احكي عن انه نحن الدولة، نحن الامن، نحن الما بعرف شو. طيب، نقطة اخرى: أه تقول رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيانها: نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي إن
إن إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية. طبعا نص الاتفاق الكردي يعني سأعود إليه وسنرى أنه هل هنالك تقسيم وتكريس للتقسيم، أو يعني هل فهم الذكي يعني كيف الفيدرالية كاصطلاح معناه الاتحادي، الفيدرالية الاتحادية، شلون تقسيم وشلون انفصال؟ يعني مين هذا الأبله اللي صاغ هذا البيان بهذه الطريقة التي يعني تجعل من الفيدرالية أو الحكم الذاتي أو النظام اللامركزي على أنه انفصال وتقسيم وتفتيت ومن هالكلام اللي لا يستقيم أبدا، لا مع القانون الدولي ولا مع علم الاجتماع ولا مع علم الاجتماع السياسي أبدا. هذا الكلام هو كلام منفصل عن الواقع ومناهض لحقيقة الفيدرالية بوصفها اتحادية. إذا كانت الفيدرالية تعني التقسيم والانفصال فلماذا يعني الإمارات العربية المتحدة تبنت هذا النظام الفيدرالي؟ لماذا؟ يعني مش بس هيك، على زمن السلطنة العثمانية نظام إدارة الحكم فيها كان يشبه النظام الفيدرالي. حتى في التاريخ الإسلامي أنا سبق وذكرت يعني عدت إلى أصل هذا نظام الحكم والإدارة، نظام الولاة، نظام الولايات، كل هذه التفاصيل في التاريخ الإسلامي. لكن مين يعني لعلهم يفقهون لكنهم لا يفقهون بالدليل البيان اللي أصدروه. نقطة أخرى، هذا البيان ينضح بالمزايدات: وحدة سوريا أرضا وشعبا، خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يعد خروجا عن الصف الوطني. هل تعني هذا الكلام سيد أحمد الشرع؟ وحدة سوريا أرضا وشعبا، خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يعد خروجا عن الصف الوطني. أنت متأكد من هذا الكلام يا سيادة رئيس الجمهورية؟ طيب طالب بلواء الاسكندرون لشوف، ألم تكن لواء اسكندرون أرضا سورية؟ طالب بخروج الاحتلال التركي من الأراضي السورية. تفضل، الأراضي التي الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي أليست أراضي وطنية؟ أشوفك أسد السنة، أسد الأمويين الجدد ضد التركي وضد الإسرائيلي، وما في شيء له علاقة يعني يمس وحدة سوريا أرضا وشعبا، وحتى تعتبر الموضوع خط أحمر. يعني الموضوع هذا هو خط أخضر في التعامل مع التركي، وخط أزرق في التعامل مع الإسرائيلي، وخط أحمر في التعامل مع المكون الكردي أو أهل الجزيرة. شلة الزعران والسرسرية المحيطين بأحمد الشرع من مستشاريين وإعلاميين عم يورطوه بأمور هو يعني لا يدركها، لا يعي مدى خطورتها. نقطة أخرى، قلقون من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق. هذا وكأنه اللي صاغ ال هذا البيان هو مهند القاطع، اللي صباحا مساء بيحكي عن مساعي كردية لتغيير الديمقراطي، وينفي كل الممارسات اللي سووها البعثية، حزبه ونظامه في حق الكرد. هو مجموعة من يعني اللي تستهويهم هذه الخزعبلات والخرافات، انه ينفوا كل شيء كردي، ينفوا الوجود الكردي، ينفوا التاريخ الكردي، ينفوا والوثائق الفرنسية وقبلها الكتب التاريخية. يعني تفقأ الأعين. مش بس هيك، يعني كتب التراث الإسلامي. يعني مش معقول الأكراد في يوم من الأيام حكموا سوريا ومصر
ووصلوا على الزمن الأيوبي في الحقبة الأيوبية. امتدوا تلك الامتدادات نحو ليبيا وتونس وحتى اليمن ومنطقة الحجاز. وبيجي واحد بيقول لي انتم مالكم تاريخ؟ صلاح الدين حكم بوصفه إسلاميا. إذا بترجع يا ذكي يا باحث يا محترم إلى صلب آليات حكم صلاح الدين وتكوين جيشه والنواة الصلبة للجيش الأيوبي، سترى أنه صلاح الدين الأيوبي كان في يعني يرتكز على بني قومه، يرتكز على الكرد. والمراجع التاريخية في هذا الإطار مليئة. يعني أصلا دمشق الحالية، الجامع الأموي، المدارس، كل هذه وما ينسب للأمويين هو يعني عمليات الترميم والبناء والإضافة كانت في الحقبة الأيوبية. مش معقول أن الأكراد يكونوا موجودين في فلسطين وفي الأردن وفي لبنان وفي مصر وفي جنوب سوريا في منطقة درعا وفي الساحل السوري وفي حلب وفي دمشق على زمن. يعني قبل فترة كشفت وثيقة بريطانية في الثلاثينات جرى إحصاء أو تقدير لسكان دمشق أنه 20% من سكان دمشق كانوا كردا. كانوا يعني في حدود لما يعني كمية كبيرة في سنة 1930. ولسه بيجي لي واحد طرطور مو أليان كتابين في التاريخ بيقول أين أنتم وأنتم أقلية وكذا، ومن الخزعبلات اللي من فرط التكرار مصدقين حالهم انه بالفعل انه هذا كلام تاريخي وكلام موزون وكلام موثق. والمرجع الاعلى آه، آية الله العظمى مهند القاطع فيما يتعلق بالفتاوى التاريخية والمرجعية التاريخية لكل هذه الخزعبلات هو مهند القاطع ومحمد جمال بارود، واللي على هذه الشاكلة الذين هدفهم الاستراتيجي نفي الوجود الكردي في سوريا، لأنه هذا الوجود يبتنى عليه استحقاقات وطنية ديمقراطية. وإذا عجزوا في طعن في الوجود الكردي يلجؤون إلى التشكيك فيه والتقليل، لأنه التقليل من هذا الوجود هو تقليل من المطالب والحقوق. وإذا فشلوا، وهو فاشلين في الاثنين يعني في هذا الموضوع، يحال أنه الأكراد موجودين وأكراد أخوتنا وأكراد الكردي العادي. أما الكردي المثقف الكردي المسيس هو هدف بالنسبة لهم، ويسعون دائما إلى تشويه الكرد ضمن هذه الأطر والمستويات. قلق أحمد الشرع قلقون من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق من دون أن يشير. طبعا هذا كلام ملقى على عوانه، كلام مرسل، كله على بعضه كلام مرسل، ما في سند حقيقي تاريخي اجتماعي قانوني من جهات محايدة تشير وتؤكد على ما يرمي إليه هذا البيان من مساعي وسياسات تغيير ديموغرافي. التغيير الديموغرافي مارسه نظام البعث، حزب البعث العربي الاشتراكي اللي مارس هذا التغيير الديموغرافي في العراق وفي سوريا. نحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة، النقطة الأخرى، في المناطق التي تسيطر عليها قسد. يحذر، والمؤسسات مش معطلة والمؤسسات تعمل. ونحذر بحذر مرة ثانية أبو تحذير
أبو تحذيرات، نحذر من تقييد قسد لحركة المواطنين واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة. هذا الموضوع، مسألة الموارد، هو قسد، وهذا كلام موثق يعني في اتفاق مطلوب عبدي مع أحمد الشرع، وفي الكثير من التصريحات، جاهزين لتسليم هذه الموارد، لكن في إطار حل متكامل. هذه الموارد تروح لداعش، مثل ما الأمريكيين المهابيل كانوا بيسلحوا الجماعات السورية والأسلحة تذهب إلى داعش، فأوقف الأمريكيون دعم تلك الفصائل. وهذه مسائل موثقة بالأرقام وبالأسماء وبالتواريخ. لا يمكن لقسد، نقطة أخرى، لا يمكن لقسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال وشرق شرق سوريا. طبعا قسد والبيانات معروفة ومذكورة وموثقة أنه هي يعني لم تزعم بأنها تريد الاستئثار بهذا القرار. نؤكد أن حقوق الأكراد دخيلك أنت لما تؤكد يا أحمد الشرع، أنت وجماعتك، نؤكد أن حقوق الأخوة الأكراد مصونة ومحفوظة. شفناكم بمؤتمر الحوار الوطني تبع حسن الدغيم، شفناكم بالإعلان الدستوري تبع شو اسمه اللي من الحسكة، نسيت اسمه، عبد الحميد العواك. شفناكم نؤكد أن حقوق الأخوة الكرد مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية. أنت مش محتاج لتدخل خارجي وصاية، أنت شيل الوصاية التركية عليك. هذا البيان مكتوب بحبر تركي، وأنا كتبت ذلك. هذا البيان اليد التي كتبته يد تركيا. هذا البيان خارج من يعني دوائر الاستخبارات التركية، وفقط المنصة التي صدرت منه هذا البيان هي رئاسة الجمهورية. شو بيقول كمان البيان؟ ندعو شركاء الاتفاق وعلى رأسهم قسد إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم. يعني لاحقا سأعرض هل هنالك بالفعل أي تناقض ما بين الاتفاق ومش بس الاتفاق، المواثيق والعهود الدولية. أنا كتبت جماعة أحمد الشرع جيبوا البيان، نص الاتفاق، اتفاق القامشلي ما بين الكتلتين الكرديتين الوازنتين، وقارنوا مضمون هذا الاتفاق هل يتعارض مع المواثيق الدولية والعهود الدولية. تعالوا وحاكوني وناقشوني على أرضية قانونية، ابنوا وصيغوا بياناتكم ودبجوها. هذه البيانات اللي هي فيها تهديد وتحذير، نحذر تهديد ووعيد، فلتكن هذه البيانات أيضا مصاغة على أرضية قانونية صلبة. مش يعني لما أنت بتعارض، أنا عندما أعارض هكذا سلوك أتحدث بالأرقام وبالإحصائيات وبشكل منهجي ومستعد لمناقشة من يرى في نفسه أهلا للنقاش. أهلا وسهلا. إذا نص الاتفاق الكردي المبرم في السادس والعشرين، وأعلن عنه في السادس والعشرين من شهر إبريل 2025، كان يتعارض مع الميثاق العالمي للحقوق الإنسان، العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية، أنا يعني سأعتذر وما عاد أحكي في هذا الموضوع. أما أنه نص الاتفاق يكون منسجم تماما مع المواثيق والعهود الدولية، يا أنت ليش ترفض المواثيق والعهود الدولية؟ معنى ذلك أن أنت عندما ترفض هذا الاتفاق، ترفض المطالب الكردية، فإذا أنت بالضد
من العهود والمواثيق الدولية التي أنت كدولة وقعت عليها. الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين، هذه أبسط الأمور. يعني في إطار المحاججة ومنطق المحاججة أنا أريد أساعدكم، مشان تكون حجتكم قوية ومتينة، ومش عنتريات وزعبرات وشتائم وإهانات و... وراح ورجيكم البويجي شو بيساوي فيكم لما بيناقشكم. مش بيناقش الرعاع والدحماء الموجودين اللي بيملأوا السوشيال ميديا، لا، أنا أناقش رأس، ومش أناقش رأسكم فقط، أناقش رأسكم الموجود في أنقرة، وأعني بذلك الحكومة التركية. يعني أنا قادر عندما أتحدث بهذه النبرة، واثق من نفسي، يعني وأقف على أرضية صلبة تاريخيا واجتماعيا وقانونيا وثقافيا وأخلاقيا ووطنيا. نحط الجانب العسكري يعني في مقام آخر أو في خانة أخرى. كمان يحذر مرتين ويدعو. البيان: ندعو شركاء الاتفاق وعلى رأسهم قسد إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم. ندعو قسد تغليب المصلحة الوطنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة. دخيلك وانت لما بتحكي عن الحسابات الوطنية؟ لك يا بني آدم يا أحمد الشرع، أنت بنيت حكومة كلها حكومته هي من الفصيل تبعك، جاي عم تحكي عن حسابات ضيقة؟ يعني جاي تبيع المي في حارة السقايين، وأنا مش سقا ماء يا رئاسة الجمهورية العربية السورية. شو بيقول كمان في النقطة: الحل في سوريا لا يكون إلا سوريا وطنيا وشاملا، ونرفض أي شكل من أشكال الوصاية والهيمنة الخارجية. إيه دخيلك؟ أنا دخيل رفضك للوصاية والهيمنة الخارجية وانت عم تركع أمام التركي وأمام الإسرائيلي، وتحاول بذل قصارى جهدك لكي يرضى عنك الأمريكي والأوروبي. وحتى الآن مسألة الزيارات والتصوير والقصص هي ليست أمرا قطعيا مبرما. أنت الآن فشلت حتى الآن في رفع العقوبات 100% عن سوريا. العقوبات التي فرضت على النظام السوري مستمرة على نظام أحمد الشرع. أنت الآن فشلت في إقناع السوريين بأنك حكومة وطنية وبأنك دولة وطنية، وفشلت في إقناع العالم أيضا أنك على قطيعة تامة مع نظام بشار الأسد، نظام حزب البعث. لذلك الناس والعالم والمجتمع الدولي مترددة، متوجسة، قلقة، تتعامل معك. نعم، توجه لمسؤولينك الدعوات، وبيجي الشيباني بيروحوا أبو التغريدة الكردية بيروحوا بيجي، لكن هذا لا يعني أن الأمور تؤخذ بخواتمها. متى ما رفعت العقوبات عن سوريا وعن النظام السوري وعن الدولة السورية، وقت ذاك يمكن القول أنه بالفعل أنه هنالك خطأ. والمطالب الأمريكية فيما يتعلق معروفة ومنشورة، المطالب الأمريكية لرفع العقوبات، منها مسألة الأجانب المقاتلين، الأجانب الترك المجاهدين اللي تركوا أموالهم وعيالهم وأجوا ليجاهدوا، يعني وكأنه داخلين معركة بدر أو أحد، أجوا يجاهدوا في الساحل السوري ويذبحوا في المدنيين العلويين. هؤلاء يعني بدك تحميهم؟ هؤلاء مطلوبين، هؤلاء مطلوبين لدى بلدان موضوعين على قوائم الإرهاب. يعني لكي يتبرأ أحمد الشرع وجماعة أحمد الشرع من الماضي
الإرهابي والتطرف الديني يلزمه عقود، مش شهور. مش شهور يعني. أسمع كلامك يا سادة، أشوف أمورك، أستعجب.